عاملين ايه يا بنات؟ طب باين عليا ان انا لسه صاحيه حالا. تعالوا بقى نفتح مع بعض كده البلكونه. عايزه اقول لكم ان انا معرفتش انام والله، عشان ابني تعبان شويه، طول الليل بقى قاعده بيه سخونيه، كنت بديله العلاج، الدنيا ما كانتش احسن حاجه. هي دي الويك اند بتاعي، هو ده الاجازه بتاعتي، المفروض ان انا ارتاح فيها. لا ما بنامش عارفه ايه. فانا صحيت النهارده متاخر شويه، بس انا اصلا في العادي بقوم بدري، تمام، يعني الساعه 7 كده في الويك اند، لكن في الايام الدراسه بقوم الساعه 5، تمام. فان شاء الله من بكره بقى باذن الله الدراسه. تعالوا بقى نعمل فطار كده سريع قبل ما الولاد ما يقوموا، عشان انتوا عارفين ان انا يعني بحب افطر كده واشرب كوبايه شاي بلبن، واقعد كده شويه في طاقه ايجابيه كده مع نفسي لحد ما الولاد ما يقوموا، تمام، عشان افصل كده دماغي. ما بعرفش ان انا اقوم كده على صراعات كده وبجري ورا نفسي، والجو ده ما بحبوش خالص. هعمل كوبايه شاي بلبن. بصوا، مرات عمي امبارح عملت لي صينيه كيكه بالزبادي بالشربات، انا بحبها قوي، كنت طالباها منها بصراحه. فامبارح عملت لي الصينيه، عايزه اقول لكم ان هي يعني نصها خلص في ثانيه. مرات عمي بقى امبارح عملت لي ايه؟ عملت لي صينيه كيكه بالزبادي والشربات. دي من وانا صغيره ما كنت بروح هناك كانت مرات عمي دايما تعملها لنا، فطلبتها منها، قلت لها انا عايزه صينيه كيكه اللي انا كنت باكلها زمان ايام الثانويه العامه. قالت لي عينيا. بصراحه امبارح لقيتها والله العظيم قامت عامله لي صينيه كيكه، عايزه اقول لكم ان هي طعمها تحفه تحفه، انا بحبها قوي من ايديها بصراحه. اول ما جت اصلا امبارح، اول ما جبتها امبارح خلصت نصها، وطول الليل بقى انا طبعا صاحيه عشان اياد وكده، فكل شويه ادخل اخد لي قطعه وادخل انام. بس طعمها تحفه بصراحه، والسكر بتاعها مظبوط قوي، تحفه. فاعمل لي بقى كوبايه شاي بلبن وقطعتين كيكه، ونطلع نقعد بره شويه في البلكونه. تحفه، تسلم ايدك يا ابله همة الله. تعالوا بقى نطلع نقعد بره شويه في البلكونه، بس هنزل التندة عشان الجو اكيد بره حر جدا يعني، فانا هنزل التندة ونقعد بقى بره شويه لحد ما الولاد ما يقوموا، او لحد ما انا مفطر، وبعد كده بقى صحي الولاد عشان ورانا هوم ورك، ورانا النهارده ليله طويله قوي يعني. تعالوا معايا. بصوا، احلى حاجه الصبح ان انت تقومي كده تفصلي مع نفسك شويه، تفطري، تعملي لك فطار خفيف، تشربي اي مشروب انت بتحبي تشربيه الصبح، سواء بقى ينسون سواء اي حاجه، وتفصلي كده شويه من الولاد. عشان بجد يعني انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات تقريبا او في الستوريهات هنا، قلت لكم ان انتوا بجد لازم تفصلوا مع نفسكم في بدايه يومكم عشان تقدروا تكملوا. لكن انت لو قمتي على فطار وعلى غدا وعلى ترويق ومذاكره وحوارات كده كتير، من غير انت ما تقومي كده تستعدي كده قوتك لليوم، بجد هتبقي بتضيعي نفسك طول اليوم، هتدي لنفسك طاقه سلبيه وحشه قوي. فانا بحب اول ما اقوم كده، حتى لو انا عايزه انام بقوم بدري عن الولاد، بقوم بدري شويه عن الولاد وافطر واعمل لي حاجه كده اشربها. مش شرط ان انا افطر يعني، بس لازم كوبايه الشاي بلبن، تمام، اطلع اقعد بره شويه في البلكونه. بس الكلام ده انا بعمله بقى الساعه 5 الفجر كده، عشان بحب قوي وقت الفجر. فبما ان انا بقى صاحيه متاخر،
فالجو بره حر شويه. تمام. بس قلت بقى اشرب لي حاجه كده وافصل دماغي لحد ما الولاد ما يقوموا. ما جبت الشوكه ولا جبت معلقه، هقوم اجيب بسرعه عشان اكل الكيكه. هو انا قلت لكم صباح الخير تقريبا؟ ما قلتش انا صح؟ صباح الفل عليكم. بصوا الكيكه، مش عارفه باينه ولا لا، سيب الشربات ومحطوط عليها جوز الهند. احلى كيكه ممكن تاكلوها في حياتكم، وعايزه اقول لكم ان انا بحبها فعلا فعلا من ايد مرات عمي. فتسلم ايدك يا ابو لمات، ما لحقتش اكلمك امبارح والله بس بجد تسلم ايدك وتعيشي يا رب كده وتعمل لنا دايما الحلو كله. انا بحب كل مراتات عمي بصراحه، لان كلهم حنينين، ولما بنروح هناك في بيت جده كلهم بيتعاملوا معانا يعني بصوا قسما بالله العظيم معامله الام. مش مرات عمي لا، ولا بتعاملني كده عشان خاطر عمي او الكلام ده، لا خالص، هي فعلا بيحبونا. فاحنا بنحب تقريبا مراتات عمامنا اكتر من عمامنا اصلا. يعني عايزه اقول لكم ان احنا لو نفسنا في حاجه نروح نقول لمرات عمي مثلا انا نفسي اكل محشي، نفسي اكل مش عارفه كذا. ما افتكرت الكيكه من ايام طبعا الثانويه العامه، فقلت لها بصراحه، قلت لها بصي يا ابو لمات انا نفسي في الكيكه اللي انت كنت بتعملها لنا ايام الثانويه العامه وكده. قالت لي عناية والله، ده انا هعمل لك. وفعلا لقيتها عامله لي امبارح والله وفاجئتني بيه. حد عنده مرات عمه قمر كده مدلعاه. اخلص واقوم الم الهدوم عشان في هدوم متنشره من امبارح وعاوزه انشر، كان في بناطيل لليام بنتي بتاعه المدرسه بغسلها جوه دلوقتي وهنشرها، واقعد بقى احضر الهوم ورك بتاعنا عشان انا كنت مديها اجازه كده خميس وجمعه. امبارح كنا عند جده في بيت جده يعني عند عمامي، فمعرفتش ان انا اذاكر لها او اعمل لها اي حاجه امبارح، يعني سايباها كده تستجم كده مش عايزه اضغطها كده من اول الدراسه. بس ان شاء الله النهارده نقعد بقى نعمل الهوم ورك بتاعنا ونذاكر. فورنا النهارده بقى تدريبات دراسيه، فاهمين انتوا اللي هو جو الدراسه. فنقعد بقى النهارده نعمل الهوم ورك بتاعنا، نحضر البيت بتاعتنا، نحضر هدومنا، فده كله النهارده ان شاء الله معاكم بقى في الستوري. عايزه اقول لكم بجد ان انا فرحانه اصلا ان انا بشارككم يومي كامل كده على الستوري، مش انتوا بس والله. فان شاء الله باذن الله فتره الدراسه فيها حاجات كتير في اليوم، يعني مش روتين هو بيتعمل، لا احنا كل يوم في تغييرات. فان شاء الله باذن الله الساعه 5 هقوم معاكم ان شاء الله واحضر معاكم لانش بوكس. بس ريان بنتي اللي هتروح بكره، فانا هحضر لانش بوكس واحد عشان اياد، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، لحد بس ما نكشف عليه النهارده كده ونطمن عليه. صباحكم فل وصباحكم سعاده، ويلا مكملين بقى مع بعض النهارده ان شاء الله اليوم. ويلا بينا بقى ندخل على المطبخ. والنهارده انا وعدتكم ان انا الفيديو اللي جاي هعمل معاكم الشفاطات واوريكم مزيل الدهون اللي انا استخدمته. عايزه اقول لكم ان ده يعني انا اول مره اشوف مزيل دهون بيشيل معايا الدهون بسهوله كده، والله العظيم يا بنات بدون مبالغه. حرفيا انا بقيت مصدومه من النتيجه. انا بصور عادي كده لو الفيديو طلع معايا كويس او النتيجه طلعت معايا كويسه وفعلا طلع يستحق هنزله لكم، بس انا حرفيا انا اتفاجئت من نتيجه ماجيكلين بتاع مزيل الدهون. في ثانيه لقيت الشفاط ما خدش معايا وقت خالص، ولا ايديا وجعتني بقى من دعك الشفاط ولا الكلام ده، لدرجه ان هو شجعني كمان اعمل بقى المروحه وانضفها في ثانيه. وفي ثانيه الشفاط بتاعي رجع جديد وزي الفل وركبته وما خدش معايا ثواني خالص. بجد ارشح لكم ماجيكلين عن جداره. شجعني كمان ان انا اعمل بقى الشفاط والفلاتر بتاعه الشفاط اللي فوق البوتاجاز الهرمي. فبجد لا ده بقى اللي طلع معايا اختراع، لان بقى لي فتره طويله قوي ما عملتوش، وبالذات الفلاتر دي مستحيل يطلع منها اي دهون، فان هو يطلع بسهوله كده حاجه انجاز. استخدمت منه كمان برضو اللي هو الجلاسيرا بتاع ملمع الاستانلس وكمان الازاز. واتفرجوا بقى على الاستانلس رجع جديد ازاي، وعملت كمان بيه الازاز. وبصوا بقى يا بنات على المنظر، بجد من احلى المنتجات اللي انا استخدمتها. كمان جبت من عندهم ملمع الخشب وملمع الشوزات. عايزه اقول لكم ان ده عازل معاكي للتراب وللميه، ففي الشتاء هينفعك قوي. بصوا النتيجه بجد بقت رهيبه.
وبجد عجبني جدا. المهم بعد ما خلصت بقى قلت امسك المطبخ كله بقى اروقه من المواعين وانضف بقى المطبخ، ويبقى انا كده مطبخي بقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. حطيت اول حاجه كده الاطباق في الغساله. وبجد انا حابه اشكركم على حاجه، ان انتوا قلتوا لي بجد الغساله بتاعتك بتبقى فاضيه، انت ليه بتسيبيها فاضيه كده؟ امليها كمان، بتاخد اكتر من كده. ومن يوم ما عملت كده بصراحه، وانا عايزه اقول لكم ان المواعين بتخلص على مره واحده، يعني ما بحتاجش ان انا اشغل الغساله اكتر من مره. تمام. وفي حاجه كمان برضو عرفتها، ان انت ممكن تحطي القرص بتاع غساله الاطباق تحت في عند الفلتر كده، مش شرط ان انت تحطيه في الدرج. وطلع فعلا برضو بيعمل معايا نتيجه اسرع، يعني بحس ان الكوبايات او الاطباق طلعت معايا انضف كمان. تمام. بس اهم حاجه نضفي الفلاتر، لان الاول ما كنتش بنضفها، فكنت بحس ان الغساله عندي مش بتنضف كويس. طلع ان انا عندي الفلاتر محتاجه ان هي تتنضف. خلصت بقى كده كل المطبخ، وعايزه اقول لكم بجد ان انا بحس براحه رهيبه لما بنضف المطبخ، مع ان انا بحب انضف الشقه كلها وبعد كده اخر حاجه المطبخ. بس لما بنضفه وبخليه زي الفل بحس ان الشقه كلها نظيفه. فبحس كده ان نظافه المطبخ من نظافه الشقه كلها، مش عارفه ليه. فالمهم عملت كمان البوتاجاز بقى بالمره، عشان تفضل بقى كده المطبخ بتاعي كله نظيف وما بقاش ورايا حاجه طول اليوم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، ما تنسوش تعملوا له لايك واستنى الفيديو اللي جاي.